السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تحفزونا على الاستمرار. شكراً على دعمكم. كما أشرنا في وقت سابق، كانت كل المؤشرات توحي بأن انتقال يوسف بالعمري إلى النادي الأهلي المصري مسألة وقت فقط، رغم كل محاولات النفي والتكذيب التي رافقت الموضوع في بداياته. ففي خرجة إعلامية سابقة، خرج جواد الزيات الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ليؤكد بشكل قاطع أن يوسف بالعمري مستمر مع الرجاء، وأنه لا وجود لأي مفاوضات رسمية مع الأهلي المصري، مشدداً على أن إدارة الرجاء لم تتوصل بأي عرض لا شفهي ولا كتابي من طرف الفريق المصري. غير أن الأيام القليلة الماضية كشفت الحقيقة كاملة، وظهر جلياً أن ما قيل للجماهير لم يكن سوى محاولة لربح الوقت وامتصاص غضب الشارع الرجاوي. فاليوم بات من شبه المؤكد أن يوسف بالعمري توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي المصري يقضي بتوقيع عقد يمتد ل3 سنوات، في صفقة تعكس مرة أخرى الفارق الكبير في القدرة التفاوضية والمالية بين الأندية الكبرى في القارة، وبين رجاء يعاني من سوء التسيير والتخبط الإداري. هذا المستجد فجر موجة غضب عارمة وسط الجماهير الرجاوية التي شعرت بأنها تعرضت للتضليل، خاصة بعد أول خرجة إعلامية لجواد الزيات، والتي اتهمه فيها كثيرون ببيع الوهم للجماهير وتقديم صورة غير حقيقية عن وضع الفريق. فكيف لرئيس فريق بحجم الرجاء البيضاوي بتاريخ قاري ومحلي عريق أن يعجز عن الحفاظ على أحد ركائزه الأساسية، لاعب يعد من أفضل الأظهرة في البطولة الاحترافية؟ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين إدارة الرجاء ولاعبها يوسف بالعمري بخصوص تجديد العقد الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي وصلت إلى طريق مسدود. السبب الرئيسي حسب نفس المصادر هو تمسك اللاعب بمطالبه المادية، خاصة قيمة منحة التوقيع السنوية، والتي اعتبرها مناسبة لقيمته الفنية وما يقدمه داخل الملعب، في حين عجز المكتب المسير عن تلبية تلك المطالب بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي. وفي سياق متصل، عبر يوسف بالعمري بشكل واضح وصريح عن رغبته في مغادرة الرجاء وخوض تجربة احترافية جديدة خارج البطولة الوطنية، مفضلا الانتقال إلى الأهلي المصري لما يوفره من استقرار مالي ومشروع رياضي واضح، إضافة إلى المشاركة المنتظمة في المنافسات القارية الكبرى وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا. وأضافت نفس المصادر أن بالعمري ووكيل أعماله دخل في مفاوضات رسمية ومتقدمة مع مسؤولي الأهلي من أجل الاتفاق حول التفاصيل المالية، قيمة الراتب السنوي، منح التوقيع، والحوافز المرتبطة بالألقاب والمشاركات القارية، وذلك بالتوازي مع مفاوضات شكلية مع إدارة الرجاء كانت في الواقع تفتقر لأي عرض حقيقي قادر على إقناع اللاعب بالبقاء. من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية مصرية موثوقة أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي أول لإدارة الرجاء بلغت قيمته حوالي 600 ألف دولار من أجل شراء ما تبقى من عقد يوسف بالعمري. في المقابل، اشترط النادي الأخضر الحصول على مبلغ لا يقل عن $1,000,000 للموافقة على إتمام الصفقة في محاولة أخيرة لرفع القيمة المالية، رغم ضعف موقفه التفاوضي مع اقتراب نهاية عقد اللاعب. الأهلي المصري من جانبه يمارس ضغطا كبيرا لحسم الصفقة في أقرب الآجال، خاصة وأن بالعمري يعتبر أولوية قصوى لتدعيم الجبهة اليسرى، في ظل العجز الواضح لمحمد شكري عن تعويض الفراغ الذي تركه الظهير التونسي المخضرم علي معلول، أحد أساطير النادي الأهلي في السنوات الأخيرة. وفي خدم كل هذا، يطرح الشارع الرجاوي أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الفريق وحول قدرة المسيرين على حماية مصالح النادي. فهل يعقل أن فريقا بقيمة الرجاء يعجز عن تجديد عقد يوسف بالعمري؟ أن المشكلة أعمق ويتعلق بسوء التخطيط وغياب رؤية واضحة للتسيير. اليوم يرى كثير من الرجاويين أن جواد الزيات ومن مر من مسيرين فشلوا في بناء مشروع رياضي مستدام قائما على الحفاظ على ركائز الفريق وتسويق اللاعبين في الوقت المناسب بدل تركهم يرحلون بأقل الأضرار. وما يحدث في ملف يوسف بالعمري ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل نزيف اللاعبين الذي أنهك الرجاء في السنوات الأخيرة وأفقده استقراره وتوازنه التنافسي.